يا رجاله عاملين ايه في الجو الحلو ده؟ في غيوم حلوه والجو كويس، درجه الحراره كويس. عايز اتكلم على موضوع يا جدعان، مش عارف امسك نفسي عنه ومش عارف مين فيكم معايا نفس الراي او عكس الراي، يعني ممكن يبقى يوضح لنا. المحللين ولاعيبه الكوره المعتزلين اللي بيعلقوا على لون شعر امام عاشور او تغيير لون شعر امام عاشور، انتوا يا جدعان ازاي بجد بتعملوا كده؟ هو انتوا ده موضوع تناقشوه؟ ده موضوع يتفتح اصلا في استوديو تحليلي بيحلل اداء الماتش ولا اداء اللعيبه ولا اداء الفرق ولا اداء مجالس الادارات؟ يعني ايه علاقه لون شعر اللاعب ان هو يغير لون شعره بمستواه او ادائه، او يبقى ده مؤشر على ايه؟ مثلا على استهتاره او على عدم مسؤوليته؟ مش حاجه اصلا يا جدعان، يعني ده مش موضوع يتفتح. ده ممكن الجمهور يتكلم فيه، الجمهور ينتقد فيه برضه على حسب ايه انتمائه. يعني جمهور الاهلي ممكن يضغط عليه ويتريق عليه ويضغط عليه عشان يحطه تحت ضغط دايما، ويتريقوا عليه يعني عن عدم حق. يعني ده السبب الوحيد اللي يخلي الجمهور يعلق على لون الشعر. انما اللعيبه المعتزلين ونجوم التحليل اللي بيعلقوا على حاجه زي كده ويحاولوا يربطوا بين تغيير لون شعره وبين اي حاجه بتحصل في الملعب او اي حاجه بيعملها في شغله، ده يا جدعان ده تهريج، والله العظيم تهريج. ايه يعني اللعيب غير لون شعره؟ ما يغير لون شعره حتى لو خسران وحتى لو مستواه وحش، حتى لو معرفش يقطع كورة وترقص ووقع على وشه وراح غير. طب ما ايه المشكلة؟ راح غير شعره ولون شعره، ايه المشكلة؟ بالعكس ده ممكن يكون هو عايز يتخطى اليوم الوحش. لعيب قضى يوم وحش في الملعب وما كانش في يومه والفريق بتاعه خسر وعايز يتخطى اليوم ده، فبيعمل حاجة يتخطى اليوم ده وينسى اليوم الوحش ده ويبتدي بداية جديدة ويفكر في اللي جاي، في الماتش اللي جاي، ويستعيد تركيزه. حركة تغيير لون ممكن تحسن له موده، يتخطى عشان يتخطى اليوم ده. يعني هو لو بيفكر بالطريقة دي ماشي أنا معاه، ما يغير لون شعره. ولا لو بيفكر بأي طريقة ما يعمل اللي هو عايزه. يا جدعان بلاش تعليق على الحاجات دي، بلاش. انت لما تعلق على حاجة زي انت بتشجع اللعيب على ايه او بتوصل رسالة للعيب على ايه؟ فحاجة يعني حاجة سيئة جدا وغريبة جدا. وفي نجوم كبار، يعني الصراحة كابتن إكرامي نجم كبير ولاعيب كبير ومسك مناصب كتير في إدارة الكورة، سواء كان مدير كورة أو سواء درب حراس مرمى أو يعني لما يجي يقول إن لعبة الكورة للرجالة بس، ولازم ما تتشبهش بالغرب وما تتشبهش بالستات إيه يا جدعان الكلام ده؟ احنا بنهزر؟ إيه يا كابتن إكرامي؟ إيه يا كابتن إكرامي؟ كلام غريب قوي على نجوميتك الصراحة، على مستويات اللي أنت لعبت فيها. ايه لعبة رجالة وايه يعني؟ هو لما يصبغ شعره ايه ما بقاش راجل يعني مثلا؟ عيب الكلام ده يا جدعان من المحللين ونجوم الكورة الكبار. سيبوا الحاجات الصغيرة دي للجمهور اللي بيحاول ايه يضغط على اللعيبة المنافسين وخلاص بدون وجه حق، مش اكتر من كده. ما تدوش الموضوع اكتر من حجمه، ولا لون الشعر ليه علاقة بحاجة، ولا اي اكشن بيعمله في مظهره ليه علاقة باي حاجة. ورئيس النادي بقى اللي عاقبه او خلاه يغير لون شعر او بتاع، الصراحة دي قصة تانية بقى، ايه مش هنعلق فيها لان الكلام فيها بقاله سنين. على الاتيتيود ده من الاداره ناحيه اللعيبه، ده قصه بقالها سنين. والاداره بتاعه النادي دي بالذات يعني عليها الشكل ده، الشكل اللي هو ايه ده؟ لا روح احلق شعرك، لا روح اصبغ مش عارف ايه، لا انا عندي رجاله، لا ما تلبسوش شورتات في النادي، لا ممنوع دخول مش عارف اللي شعره احمر في النادي. الحاجات دي طبعا ايه مش هتكلم عنها، انتوا ادرى بيها. انما انا هتكلم عن لعيب الكوره، لعيب الكوره اللي صبغ شعره عشان يتخطى يوم وحش ويبتدي يفكر في اللي جاي، بيشجع نفسه. يعني يا ريت ما نديش للموضوع اكبر من حجمه بس. وبلاش تعليق على المظاهر وعلى الشكل وعلى الشعر وغير لون شعره، لا ده بيلبس مش عارف ايه، لا ده بيعمل يحط توكة. الحاجات دي ولا الشكل ولا المظهر ولا اي اكشن بيعمله ولا اي نيو لوك بيعمله ليه علاقة بمستواه وبطريقة شغله. بس نفصل بين الحاجات، تمام؟ يا ريت نوصل رسائل مظبوطه، يبقى كلامنا بيوصل رسائل مظبوطه بما ان النجوم كبار ونجوم التحليل بيتكلموا. سيب الحاجات الصغيره دي للجمهور. يعني قصه شعر امام عاشور دي ما تاخدش اكتر من بوست على انستجرام اللاعب يعمله. صفحات الرياضه صفحات الموضه تشيره الحق عمل نيو لوك، الحق لاعب الزمالك غير شكله، مش اكتر من كده. لكن يجي نجوم التحليل او يجوا استديوهات التحليل يحاولوا يلاقوا مؤشر من تغيير لون الشعر ده يبقى مؤشر على
عقد اللاعب الجديد او مستواه في الملعب او النتيجة اللي الفريق خسر فيها او اي كلام صغير يعني، وكلام يعني ما يصحش يتقال، ما يصحش يتقال. معرفش الطريقة دي بتشجع اللعيبة على ايه يعني. وكله كوم وكابتن فريقه برضه لو اتخانق معاه علشان الموضوع ده زي ما سمعنا يعني، لو خناقه تانية في اي موضوع ماشي نبقى نفهم اسبابها بعدين، انما هو لو كابتن الفريق برضه اتخانق معاه علشان لقاه مغير لون شعره، يبقى كابتن الفريق ده ايه يعني؟ مش فاهم وعيه في انهي مستوى. المفروض يشجع اللعيب بتاعه، بالعكس يحميه من قرار النادي ده اصلا ان هم يوقفوه او يعملوه عشان خاطر تسريحة شعره. بس ده اللي انا عايز اقوله. شكرا.